ما شاء الله ما يبدأ شهر ربيع الأول إلا وأعلام المحبة ترفرف على قلوب المحبين. هذه أعلام المحبة ترفرف على قلوب المحبين، لأن العالم هذا كل ما جاءت مناسبة رفعوا الأعلام وأظهروا الزينة بما يتناسب مع مناسبة من مناسبات الحياة. فكيف بمناسبة ظهور أفضل ناصية في الأرض وهي ناصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة الهنا كل الهنا والفرح كل الفرح للمحبين الذي يشعرون بهذا، لأن الأزمنة عندما تمر على الناس يصاب بهذه الغفلة، غافلين عن كل مراد الله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إيه الآخرة؟ كل ما يتعلق بذكر حبيبنا ونبينا محمد جزء من علم الآخرة، كل ما يتعلق بالدين ليذكرك بالله جزء من الآخرة، كل ما يذكرك بحقيقة البرزخ جزء من الآخرة، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ، في عالم حياته البرزخية، فلما يذكر ولما يشهر ولما يظهر خبره ولما يصلى عليه في جيل من أبنائنا وفي نسائنا وفي بناتنا يعيشوا غفلة يتذكر